جرامر الترم الاول للصف الاول الثانوي، وهو مكون من 6 وحدات. يونت 1 ماضي بسيط ماضي مستمر. يونت 2 مضارع بسيط. يونت 3 مضارع تام. يونت 4 ارتكلز الاي والان والذا. يونت 5 الفيوتشر فورمز اللي هي اشكال المستقبل. يونت 6 افعال متبوعه بتو المصدر وافعال متبوعه بالاي ان جي. نبدا على بركه الله. يونت 1 وهو زمن الماضي البسيط، بيكون من التصريف الثاني اللي هو غالبا بيكون عليه اي دي، زي هيلب هيلبد، زي بلاي بلايد، وفي افعال شاذه زي جو وينت ديت ايه بتتحفظ. طيب لو انا عايز اسال عن الزمن ده بهل، ببدا السؤال بايه؟ بديد. يبقى الماضي البسيط تصريف ثاني نسال بديد ويجي وراها الفعل في المصدر. هل هي ذهبت الى السينما؟ ديد شي جو تو ذا سينما؟ ما ننساش نجيب المصدر بعد ديد. طيب لو عايز انفي اقول ما حصلش، انفي بديدنت، وبرده ديدنت بيجي وراها الفعل في المصدر، فاقول لو هي لم تشاهد التلفاز شي ديدنت واتش ذا تي في. طيب جميل. لو عايز ابني الزمن ده للمجهول الباسيف، باسيف يعني ايه؟ يعني مجهول. بتبدا بالمفعول وبعدين was او were وبعدين التصريف الثالث للفعل اللي هو البي بي. فلو انا عايز اقول مثلا السياره صلحت، تكون المفعول the car، الكار مفرد يبقى was the car was repaired. لو انا عايز اقول الطعام طبخ يبقى the food was cooked. طيب تمام. ابني دي بقى المجهول، عايز اقول تم زياره الاهرامات، الاهرامات ما زارتش نفسها يبقى the pyramids، تاخد وير the pyramids were visited. مع ملاحظه لو انت عايز تبين مين اللي قام بالفعل انت بتحط ايه؟ باي. يعني لو انا عايز اقول الاهرامات تم زيارتها بوسط السياح يبقى the pyramids were visited by tourists. طيب استخدامات الماضي البسيط الاشهر 4. حدث اكتمل في الماضي وتم وما بقاش له اثر، زي مثلا اديك مثال it rained heavily last week، يعني هي امطرت بغزاره الاسبوع الماضي. ده بيدل على انها امطرت وانتهى المطر ولم يعد له اثر. الاستخدام الثاني العادات، لو انا كنت متعود على حاجه عاملها زمان اقدر اعبر بيها في زمن الماضي البسيط. فاقول مثلا I walked to school when I was 10، يعني انا كنت متعود امشي الى المدرسه لما كان عندي 10 سنوات، كنت زمان بعمل هذه العاده. وفي الحاله ديت لو الماضي البسيط دل على عاده يبقى الماضي البسيط يمكن استبداله بحاجه بيوزد تو. يوزد تو ديت معناها اعتاد ان، وبطل طبعا بيجي قبليها شخص وبعديها الفعل في المصدر. فبدل ما اقول I walked to school كنت ممكن اقول I used to walk to school. طب مثال تاني ترجمه انت كده، هي اعتادت ان تنام مبكرا. هتقول ايه؟ هتقول شي. لو هنستخدم الماضي البسيط للدلاله على عاده هنقول شي slept early بتساوي she used to sleep early. طيب هل يفهم من كده انها لسه مستمره في العاده؟ الجواب لا، هي بطلت هذه العاده. فممكن نقول she ما بقتش تعمل هذه العاده، she no longer يعني ما بقاش يعمل الحاجه دي، ويجي وراها المضارع البسيط لان ما بقاش يعمل في المضارع. she no longer sleeps early يعني ما بقتش تنام مبكرا. او كمان الطريقه الرابعه للتعبير عن عادات كانت في الماضي she don't او doesn't، طبعا مع she هنحط doesn't. she doesn't sleep early anymore أو any longer. لو أنا قلت مثلا هي اعتادت على شرب القهوة، يبقى 4 طرق. 1 she drank ماضي بسيط دل على العادات coffee بتساوي she used to drink coffee بتساوي she no longer drinks coffee بتساوي she ينفع نقطة أو doesn't drink coffee anymore أو any longer. يبقى كده إيه؟ دلنا على العادات. أو ممكن يدل الماضي البسيط على حدثان متتابعان مباشرة. when I arrived home أول ما وصلت البيت I took a shower يعني أخدت إيه؟ دش. في الحالة ديت وصولي للبيت حصل يا دوبك وصلت أخدت دش. أو مثال تاني when she heard the noise أول ما سمعت الضوضاء she ran جريت to see what happened جريت عشان تشوف ايه اللي حصل. طيب لو انا عايز ابدل استخدام الماضي البسيط ابدله بايه؟ ممكن ابدا في هذه الحاله بأون او ان ويجي وراها نون او جيرند. يعني عايز اقول عند وصولي البيت يبقى on ايه؟ on arriving home I took a shower. او على المثال الثاني on hearing the noise she ran to see what happened. يبقى يمكن استبدال on اللي هي يبقى معناها عند او يا دوبك وصلت البيت اخدت دش. الاستخدام الرابع للماضي البسيط وهو الماضي البديهي، يعني احنا كلنا عارفين ان هو حصل في الماضي وانتهى، مش محتاج اديك كلمه من كلمات الزمن تدل عليه. زي مثلا dinosaurs
الديناصورات died out يعني انقرضت many years ago منذ سنوات، وممكن اشيل many years ago لان ده حصل وماضي بديهي معروف للكل. او مثال تاني the Chinese الصينيون بنوا the great wall of China الصينيين بنوا سور الصين العظيم. ده اسمه ماضي بديهي يعني معلوم بديهة ان هو تم وانتهى وما احناش محتاجين دليل يثبت او كلمة دالة. له بعض العلامات، علاماته زي مثلا yesterday زي last in the past ago once يعني ذات مرة one day يعني ذات يوم، وممكن in وتاريخ ماضي in 2000 يعني في سنة 2000، وكلمة كمان اسمها just now يعني من فترة قصيرة، وكلمة كمان اسمها how long ago معناها متى. يعني مثلا لو قال لي how long ago have ولا did you stay in England يعني انت متى اقمت في انجلترا، فمش هناخد have لان how long ago تبع ايه؟ تبع الزمن الماضي البسيط، فناخد did فمساعد الماضي البسيط. نيجي بقى على قاعده مهمه جدا مرتبطه بيوز تو اللي هي ايه بقى؟ ليها كذا شكل، في يوز تو، في كمان يوز تو، في يوز تو، في يوز تو قبلها شخص وبعدها الفعل في المصدر، ودي معناها اعتاد وبطل العاده دي واحنا لسه قايلينها. في يوز تو قبلها شخص وبعدها فيرب تو بي او جيت، يا فيرب تو بي يا فيرب تو جيت، يعني يا ام از ار يا اما جيت او جيتس او جوت، ويجي وراها حاجه من ثلاثه، يا نون اللي هو اسم، يا بروناون اللي هو ضمير، يا اما جيرند اللي هو فعل عليه اي ان جي. طيب ودي معناها ايه؟ معناها ان هو ما زال معتاد. فلو انت لسه معتاد على العاده فاقول لو لسه معتاد مثلا على شرب القهوه اقول شي از used to coffee كده احنا جبنا نون، او she is used to it كده احنا جبنا ضمير، او she is used to drinking coffee. اما اللي فوق لسه مشروع من شويه معناه اعتاد وبطل العاده دي. لاحظ ان used to اللي هي معناها اعتاد وبطل ما بيجيش وراها الا المصدر، اما بي او get used to بيجي وراها ثلاث اشكال، يا اما الاسم يا اما الضمير يا اما فيرب عليه اي ان جي. اما used to الثالثه فبيجي قبليها شيء والشيء دوت بعديه is او are وبعدين to المصدر، وهنا هيبقى معناها يستخدم لي. فلو عايز اقول الكاميرا تستخدم في تصوير الفيديوهات يبقى the camera is used to take photos او make videos. يبقى في ثلاثه used to نخلي بالنا منهم. يمكن بدل حرف الجر تو ان احنا نبدله بايه؟ بفور، بس ساعتها هيجي ورا الفيرب عليه اي ان جي، فتبقى the camera is used for taking photos او making videos. الدرس الثاني في يونت 1 وهو الماضي المستمر. طيب الماضي المستمر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من was او were زائد الفيرب زائد اي ان جي. فلو انا عايز اقول انا كنت بلعب فاقول I was playing. طب هي كانت بتاكل she was eating. طب هم كانوا نايمين they were sleeping. بيستخدم الزمن دوت في 4 حالات، ركز معايا. استمر لفترة محددة في الماضي، زي مثلا ما اقول between بين 6 and 8 ما بين الساعة 6 و8 yesterday. لو تلاحظ دي ساعة محددة في الماضي بين 6 و8 يعني ساعتين تحديد الوقت في الماضي. I مثلا was sleeping خدت ماضي مستمر ليه؟ عشان ساعة محددة في الماضي. طيب الاستخدام الثاني متوازيان، حدثان متوازيان برضه في الماضي، يعني بينما كانت مثلا سهى بتلعب while سهى was playing ماضي مستمر اهو، مامتها كانت بتغسل mom was washing the dishes. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دول فعلين متوازيين يعني ما حدش قطع الثاني، فيستخدم الزمنين في الماضي المستمر. الثلاث الحاله الثالثه مقطوع يعني بينما سهى كانت بتلعب وقعت. كده برضه نستخدم الماضي المستمر لان هو اللي اتقطع، فوايل سهى was playing she fell. ايه اللي حصل هنا بقى؟ استخدمت ماضي مستمر وهو اللعب لكنه يا عيني اتقطع وما لحقش ان هو يخلص، فجبنا ماضي بسيط عشان الوقوع هو اللي قطع ايه؟ اللعب. طيب المثال اللي انا هكتبه لك دوت ترجمه انت وشوف هنطبق انهي قاعده من القواعد. بينما كان يشاهد التلفاز مثلا وقع في النوم، نام يعني. طيب اقول ايه؟ اقول while وشاهد التلفاز كانت هي الطويله المستمره while he was watching TV he slept. ايوه برافو عليك، نجيب ماضي بسيط ليه؟ عشان خاطر النوم هو اللي قطع ايه؟ المشاهد. طيب ما هو الاستخدام الرابع؟ مانع. يعني ايه مانع؟ يعني اول ما تلاقي جمله بتقول لك اسف انا ما شفتكش لاني مثلا كنت بقرا الجريده فما خدتش بالي منك، فايه اللي منعك من انك تشوفه؟ القراءه، فنضع القراءه في الماضي المستمر، يبقى المانع يوضع في الماضي المستمر. اهو مثال sorry اسف I couldn't see you ما قدرتش اشوفك، او I didn't see you because لان I was reading لان كنت عمال اقرا ومشغول. ايه اللي منعك من انك تشوفه؟ ان انت كنت بتقرا، فده ماضي مستمر. فتيجي جمله مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك I couldn't answer the phone ما قدرتش ارد على التليفون because I لاني انا، ويقول لك ايه؟
حط بقى الفعل take a shower في الزمن المناسب، اختار الزمن المناسب. انت طبعا هتكون فاهم ان اللي منعك من انك ترد على التليفون هو اخذ الدش، فتقول I couldn't answer the phone because I برافو was taking a shower. كلماته الاشهر while دي بتساوي ايه؟ بتساوي كلمه اسمها as، بتساوي just as، وكلمه ثانيه اسمها when، وعندك كمان during، وعندك all. طيب while و as و just as معناهم بينما. يجي وراهم ايه؟ يجي وراهم قاعدتين، ماضي مستمر، ماضي مستمر. ايوه برافو عليك صح، لو ما حدش قطع الثاني، زي بينما ماما كانت بتطبخ، بابا كان بيتفرج على التلفاز، ما حدش قطع الثاني، يبقى ماضي مستمر ماضي مستمر لو الحدثان متوازيان. فاقول ايه؟ while mom was cooking، بينما امي كانت بتطبخ، dad was watching TV. يبقى كده حدثان ما حدش قطع الثاني. طب هل في قاعده ثانيه؟ نعم في قاعده ثانيه، ان يجي بعد while ماضي مستمر والثاني ماضي بسيط. طب امتى؟ ده لو احد الحدثين قطع الثاني، فاقول while mom was cooking، بينما امي كانت بتطبخ، she cut her finger. الله، جرحت اصبعها. طب ايه اللي حصل هنا؟ كانت ماما مستمره في الطبيخ، لكن اللي قطع الطبيخ انها جرحت اصبعها، فاضطرينا نجيب بعد while ماضي مستمر ماضي بسيط. في الحالتين دول التلاته متساويين while واز وجاست از، لكن بتيجي المفاجاه ان while بتقول انا عايز اخد قاعده لوحدي، ان while ممكن يجي وراها الفيرب على اي ان جي على طول. فمثلا لو جالك وقال لك while was playing ولا while playing وكمل جملته، فانت مضطر ان انت تاخد while playing. ليه؟ عشان while ممكن يجي وراها الفعل عليه اي ان جي على طول، بس طبعا في حاله غياب ايه؟ الفعل، يعني مفيش فاعل هنا. لكن في شويه ملاحظات هامه لازم ناخد بالنا منها، وهي ان الازمنه المستمره كلها، الازمنه المستمره كلها ما ينفعش تيجي مع افعال امتلاك، عواطف، حواس، ادراك. يعني ما تجيش مع فعل زي اسمه هاف لو بمعنى يمتلك او اون، وما تجيش مع العواطف زي لايك وزي لاف، وما تجيش مع الحواس زي سي لو بمعنى يرى، خلي بالك لو بمعنى يزور بتيجي عادي، وما تجيش مع مثلا هير يسمع، وما تجيش مع الادراك زي نو او اندرستاند يفهم. يبقى ما ينفعش اقول she was loving her mom، لا غلط، جمله خاطئه. قول she loved her mom. شايف الكلمه دي؟ it's time. it's time لو جه وراها الفعل على طول يبقى تو والمصدر، زي it's time to eat lunch، حان وقت اكل الغداء. او would rather اللي هي معناها يفضل، بيجي وراها المصدر على طول لو ما فيش برضه فاعل، فاقول I would rather sleep early، افضل النوم مبكرا. عندك كمان I wish الفعل wish لو جه وراها الفعل على طول يبقى تو والمصدر، I wish to become a scientist، I wish to have a car. طيب فكره ثانيه نحل الجمله ديت مع بعض. when she was in Alex، لما كانت في اسكندريه، she usually goes ولا went to the beach. هنا اخد ايه؟ طيب في ناس هتبص على يوجوالي هتقول ده ظروف التكرار بتيجي مع زمن المضارع البسيط، لا ظروف التكرار يمكن استخدامها في الماضي ايضا. طب نبص على زمن الجمله شيف واز، تمام، يبقى ناخد ماضي بسيط. she usually went to the beach. she lived ولا has lived ماضي بسيط، وhas lived مضارع تام in Cairo for 6 years، لمده 6 سنوات. now الان she lives ان منصوره. طيب بالنظر كده لفور، اوعى حد يستغرب ويقول ده فور بتيجي مع الايه؟ مع المضارع التام. صح، يمكن استخدام فور مع المضارع التام، لكن ايضا فور بتيجي مع ازمنه كتير جدا. طب نبص كده، هل هي لسه عايشه في القاهره؟ الجواب لا، هي دلوقتي عايشه في المنصوره. اذا معيشتها في القاهره كانت فين؟ في الماضي وانتهت، يبقى ناخد على طول الماضي البسيط she lived. طب مثال تاني، she used to be clever but now، لكنها الان she don't doesn't isn't. اختار ازاي؟ شوف الفعل اللي بعد used to، ايه اللي جه بعد used to؟ بي يعني يكون، يبقى بعد not but now she هات فعل يكون تاني، يبقى هي اعتادت ان تكون ماهره لكنها الان لا تكون she isn't. طيب جمله تاني، she used to read books but now she doesn't ولا isn't. نشوف بقى الفعل اللي جه بعد used to وهو read مش يكون، لو كان يكون هنكمل بإذن بيكون زيه، انما ده يقرا يلعب ينام، خلاص يبقى ناخد don't او does، واللي يناسب شيء هو doesn't. طيب هنفرض ان في فاعل بقى it's time وفي فاعل it's time I، لا لو في فاعل بقى تبقى it's time I هات ماضي بسيط. بس ماضي بسيط امتى بقى؟ ماضي بسيط لو انت حان الوقت الان، فلو انت عايز تقول حان وقت الان ان انا اغادر تبقى it's time I left. طيب لو انت عايز تقول بقى would rather لو جه وراها فاعل انت مخير بين خيارين، بين ماضي بسيط او ماضي تام. فلو انت عايز تعمل الحاجه الان يبقى I would rather I left. طب لو انت كنت عايز تعملها امبارح او مثلا السنه اللي فاتت يبقى I would rather I had left. وممكن برضو I wish، لو انت عايز تتمنى الحاجه تحصل الان يبقى هيجي بعد I wish ايه؟ لو انت بتتمنى الحاجه تحصل الان هيجي بعد I wish فاعل ثم ماضي بسيط، فتقول I wish I had a car.
الله. طب لو انت كنت تتمنى يبقى عندك عربيه امبارح او السنه اللي فاتت، هتجيب ماضي تام. طبعا كل ده بشرط وجود ايه؟ فاعل. فهتقول اي ويش اي هاد فيزيتد علي يسترداي. يبقى الافعال دي التركيبات دي اتس تايم، وود راذر، اي ويش لو جه وراها فاعل بتجيب زمان الماضي، ما بتجيبش مصدر بقى. بس لو انت نفسك الحاجه تتحقق الان، خلاف لما يكون بتتكلم عن الوقت امبارح او اول امبارح. لو انت بتتكلم عن الان هتجيب ماضي بسيط، ولو انت بتتكلم عن امبارح او من سنه هتجيب الماضي التام. يونت 2 موضوعها هو زمن المضارع البسيط. طيب المضارع البسيط ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من التصريف الاول، وبياخد اس لو معاك هي او شي او ات. شي جوز، هي جوز، ات بلايز. طيب بيستخدم في ايه؟ استخداماته: واحد، حقيقه، يعني الحقائق الثابته اللي هي ما بتتغيرش. ذا سان، الشمس، رايزز، تشرق، in the morning، في الصباح، حقائق. اتنين، عاده، انا عادتي مثلا اصحى كذا. she gets up at 6 o'clock، عاده، يبقى مضارع بسيط. ثلاثه، مستقبل، بس المستقبل بجدول مواعيد رسمي. رسمي يعني ايه؟ يعني لا انا ولا انت نقدر نغير هذا الميعاد. زي مثلا the plane، الطياره، arrives، سوف تصل، at 2 o'clock. زي مثلا the exam، الامتحان، ends، ده جدول مواعيد رسمي اهو، هينتهي at 12 o'clock. يبقى مضارع بسيط في المستقبل مرتبط بجدول مواعيد رسمي. أربعة، مع الروابط. الروابط لو كانت تدل على المستقبل. روابط زي ايه؟ زي after وزي before وزي as soon as وزي if. مثال: when she، وعايزين نظبط الفعل arrive. when she arrive we will set the table، يعني اول ما توصل هنجهز الترابيزه للاكل. طيب شايف انا قايل لك ايه؟ مع الروابط لو كانت تدل على المستقبل. طب ما هنا الرابط بيدل على المستقبل، يعني لسه ما جهزناش الترابيزه للاكل، خلاص يبقى نستخدم المضارع البسيط when she arrives. وهنا ينفع نستخدم المضارع التام بدلا من المضارع البسيط. بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى المضارع التام have او has والتصريف الثالث ينفع نقول when she arrives، او نستخدمه هو بقى when she has arrived. هتقول لي طب نسال فيه بايه؟ نسال في المضارع البسيط بدو او داز. ويبقى سؤال كده معناه ايه؟ معناه هل. دو طبعا بتيجي مع اي والجمع، وداز بتيجي مع المفرد. طيب هل هي تتحدث اللغه الانجليزيه؟ يبقى داز شي سبيك انجلش. طب انا عايز انفي، عايز اقول ما بيحصلش. النفي معانا بدونت او دازنت. انت عارف ان دونت مع اي والجمع، ودازنت مع الايه؟ مع المفرد، ويجي وراهم الاثنين في المصدر. طب ينفع انفي بنيفر؟ ايوه ينفع. طب ايه الفرق؟ هي دي شي دازنت ولا نيفر سموك. الله، ده الفعل جه في المصدر، خلاص يبقى دازنت. طب افرض جت كده شي دازنت ولا نيفر سموكس، لا كده هنستخدم ايه؟ نيفر، لان نيفر بتنفي بس ما بتاثرش على الفعل، ما بيجيش ورا الفعل في المصدر. في ملحوظه بقى لازم انت تعرف، انت شايف كلمه يوجوالي؟ طب وكلمه سام تايمز؟ طب وكلمه افري؟ افري ويوجوالي وسام تايمز يمكن ان احنا نبدا بيهم الكلام او ننهي بيهم الكلام. يعني مثلا افري داي، كل يوم. شي ايتس eggs، كل يوم بتاكل بيض. او she eats eggs every day، نفس الكلام. usually، في العادة. she has dinner at home، او she has dinner at home usually. يبقى every و usually و sometimes يمكن ان احنا نبدأ بيهم الجملة او ننهي بيهم الجملة. ملاحظات هامة: الفعل هاف لا يبنى للمجهول. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت she has a car، هي تمتلك سياره، ما ينفعش اقول a car is had. امال اعمل ايه؟ قال لك نستبدل have لو معناها يمتلك بالفعل own، فكون a car is owned. طب افرض has او have معناهم ايه؟ ياكل. she has lunch، نقدر نستبدل has beats ونبني المجهول عادي. يبقى نقول lunch is eaten. يبقى الفعل have لا يبنى للمجهول بكل معني. ملحوظه ثاني خاصه بنيفر. نيفر تيجي اول الجمله في حالتين: لو كانت نهي، زي ما اقول لواحد مثلا لا تتكلم في الحصه، يبقى نيفر سبيك ان كلاس، وساعتها نيفر هيجي وراها الفعل في المصدر لان النهي في المصدر. طب عايز اقول له لا تاكل مثلا في المكتبه، يبقى نيفر ايت ان ذا لايبرري. طيب افرض نيفر بقى ما جاتش في جمله نهي وكانت جمله منفيه عادي بس جت في الاول، كده هيجي وراها صيغه سؤال. يعني مثلا عايز اقول هي ما بتتكلمش اسباني خالص. طيب شوف كده الجمله دي: نيفر شي سبيكس انجلش. جمله صح؟ لا، جمله خاطئه 100%، لان لو نيفر جت في الاول وما كانتش نهي لازم يجي وراها صيغه سؤال. طب ايه اللي يسال عن المضارع البسيط؟ ايوه برافو، داز. تبقى نيفر داز شي سبيك انجلش. ملحوظه اخيره وننقل على يونت 3 وهي استخدام اولويز. شوف التلات امثله دول: شي اولويز سليبس ات 10، يعني هي دايما بتنام الساعه 10، عادتها كده في المضارع ولسه العاده ما انتهتش. she always visited me، دي كانت عادتها زمان، يعني ديت ممكن اشيلها واحط بدلها ايه؟ used to، عادة وانتهت. طب she is always complaining، دي بقى الغريبة. ليه الغريب؟ لان هنا تم استخدام always في زمن المضارع المستمر. نقدر نعبر عن المضارع المستمر باستخدام always لو كان الاسلوب بيسبب الضيق والضجر. she is always complaining، هي دايما بتشتكي. يونت
3. زمن المضارع التام. المضارع التام ده بيتكون من ايه؟ من have. المضارع التام ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من have او has زائد الباست participle يعني التصريف الثالث. فلو انا عايز اقول هي اكلت يبقى she has eaten. طب انا غسلت I have washed، وانت عارف ان have بتيجي مع I والجمع، وان has بتيجي مع المفرد. ملحوظة تانية ان ممكن نختصر have ونكتبها apostrophe VE، ممكن نختصر has ونكتبها apostrophe S. طب ايه استخدامات المضارع التام؟ الاستخدامات 1. بدأ وما زال، زي مثلا هو شغال مدرس بقاله 20 سنة ولسه بيدرس، يبقى he has worked as a teacher. طيب الاستخدام التاني تجارب شخصية. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا بسأل واحد وبقول له have you ever been to أسوان؟ هل سبق لك أن ذهبت إلى أسوان؟ فزيارته إلى أسوان دي تجربة شخصية، يبقى نستخدم المضارع التام. 3. حصل بس مش معروف امتى. يعني الماضي البسيط دايما اللي هو التصريف التاني دايما بيحدد لي هو حصل امتى، زي مثلا she cleaned the house، هي نظفت البيت. ده ماضي بسيط بيحتاج الى ذكر متى حدث، يبقى she cleaned the house yesterday. طب انا عايز اقول انها نظفت البيت ومش عايز اقول حصل امتى، يبقى she has مضارع تام cleaned the house. الاستخدام الرابع انتهى، حصل واثره باقي، يعني الاثر لسه موجود، زي مثلا it has rained. طب ليه نستخدم مضارع تام؟ عشان خاطر في الاثر او the streets، الشوارع are wet، الشوارع مبتله، فهو حصل انها شتيت بس الشوارع ما زالت موجود مبتله. طب مثال حلو انت ده، he broke ماضي بسيط، ولا has broken his arm، هو انكسر دراعه. بص he can't write، مش قادر يكتب. الله، انتهى الحدث، انتهى والاثر ما زال موجودا. ما هو الاثر؟ ان هو مش قادر يكتب، يبقى على طول على المضارع التام has broken. الاستخدام الخامس بعد الروابط المستقبلية، يعني لو الرابط بيدل على المستقبل حط وراه المضارع التام او المضارع البسيط زي ما ذكرنا. after she eat، عايزين نظبط الفعل ده، lunch she will study. الله، طب ما هنا تم استخدام after في زمن المستقبل او بيدل على المستقبل، خلاص يبقى تجيب وراه مضارع بسيط او مضارع تام. يبقى after she eats صح، after she has eaten صح. السادس، الاستخدام السادس للمضارع التام وارد يتكرر تاني، يعني الفعل ممكن يحصل تاني. ليه؟ لعدم انتهاء المدة. مثلا خد مثال this morning، هذا الصباح والصبح ما خلص، انا شربت 3 قهوة. اوعى تقول I drank 3 cups of coffee، لا انت تقول I have drunk. طب ليه هنستخدم مضارع تام؟ ليه؟ عشان خاطر المدة لسه لم تنتهي، يعني وارد يتكرر تاني ويشرب تاني. انما جملة the pharaohs الفراعنة built ولا have built the pyramids، ناخد ايه؟ لا ناخد built. ليه؟ لانه مش وارد يتكرر تاني، فما تاخدش have built. just already ever never since for yet lately recently so far اللي هي بتساوي
up till now. وعندك كمان over the years. over أو through out. over the years throughout the years. وكمان how long. just بتيجي قبل التصريف التالت. have والبي بي قبل التصريف التالت، يعني تيجي هنا في النص. I have just arrived، يعني لسه واصل، يبقى just بتيجي قبل البي بي. طب already بتيجي برضو قبل التصريف التالت او اخر الجملة. ركز في دي، already قبل التصريف التالت او الاخر، بس ما تجيش في النفي. already ما تجيش في النفي. طيب ever بتيجي قبل التصريف التالت في المقارنة او السؤال، هي معناها سبق. فلو انا عايز اقول هل سبق لك ان زرت الاهرامات، تبقى have you ever visited the pyramids. جت فين؟ جت قبل التصريف التالت في السؤال. وممكن تيجي في المقارنة، مثلا she is the best، ادي مقارنة اهي. girl هي افضل بنت. I have ever met. الله، جت فين ever؟ جت قبل التصريف التالت. لازم نفرق بين just وبين just now. احنا كنا قايلين من شوية ان just now ماضي بسيط. طب معناها ايه؟ معناها a short time ago، منذ وقت بسيط. she has left، ولا she left just now. ناخد ايه؟ ماضي بسيط على طول she left. طب she has just left، ولا she just left. لا، طالما just بس يبقى مضارع تام has just left. طب never بتيجي فين؟ never بتيجي قبل التصريف التالت برضه. خد مثال I have never eaten sushi، يعني انا عمري ما اكلت سوشي، الاكل الصيني ده. في never جت قبل التصريف التالت. بالمناسبة بتساوي I haven't ever eaten sushi. يبقى have never، يبقى never بتساوي not ever. never بتساوي not ever. طب يد بتيجي فين؟ يد بتيجي في اخر الجملة، النفي او السؤال. هتقول لي ما انت لسه قايل لي already. قلت لك already ايه؟ قلت لك already قبل البي بي او اخر ايه بقى؟ اخر الاثبات او اخر السؤال. هتقول لي طب ما كده يت already مشتركين في ان هما بيجوا في اخر السؤال. هقول لك صح. خد مثال ونفهم الفرق. have you finished space you are fast. ده انت سريع قوي. هنا اخر السؤال ينفع يت وينفع اوريدي، بس المعنى مش عايز يت. ليه؟ لان يت بتدل على التاخر، ان هو لسه ما عملش، اما اوريدي بتدل على الانجاز. طب شوف الجمله you are fast، انت سريع، يعني انت انجزت المهم. اذا اوريدي من كلماته برضه، من كلماته in the past زائد مده. in the past او in the last. فهنا عشان ما نتلخبطش، الفرق ما بين الكلمة دي وكلمة الماضي البسيط اللي هي in the past، ان in the past تدل على الماضي البسيط لان ما فيش وراها مدة. انما in the past 2 years، in the past 3 weeks، in the last 5 months، هنا نستخدم على طول المضارع التام، فمحدش يتلخبط في دي. how long مهم، فرق كبير ما بينها وما بين how long ago. كنا شرحناه برضو من شوية. how long يجي معاها الأزمنة التامة، معناها مع طول المدة، وبتساوي since when، وبتساوي for how long. يبقى how long أو since when أو for how long بياخدوا إيه؟ مضارع تام. أما how long ago بيجي بتستخدم في الماضي البسيط وبتساوي when. عايز اقول متى سافرت، يبقى how
long ago. احنا قلنا انها تبع الماضي البسيط، يبقى did you travel بتساوي تشيلها بقى كلها when did you travel. تعالوا نفرق بين since وفور. هي since معناها ايه؟ since معناها منذ. طب وفور؟ فور معناها لمدة. طيب since بيجي معاها ايه؟ since معاها بداية المدة، انما فور معاها المدة محسوبة مجمعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما لعبتش كورة منذ سنة 2000، يبقى سنة 2000 دي هو التاريخ اللي ابتدى عنده ابطل العب كورة او ما العبش كورة، دي البداية. سنس معاها بداية المدة، انما فور معاها المدة محسوبة مجمعة، يعني هنجمع من 2000 ل 2023 فيطلعوا 23 years. طب ادي مثال، كلمة تيوزداي التلات تاخد سنس ولا فور؟ ده التلات ده البداية. طب اما نعد بقى، تيوزداي، وينزداي، ثيرزداي، فرايداي، وطلعوا 4 ايام، لا كده المدة محسوبة مجمعة، يبقى 4 days تاخد ايه؟ تاخد 4. طيب في اسلوب تاني ان ممكن 4 بتيجي نغني لها اغنية تانية، ايه او ان او اس الجمع. 4 بتيجي مع ايه او ان او اس الجمع، يعني لو a year يبقى 4. طب an hour 4. طب ages اعمار 4. في بقى شوية حاجات نحفظها برضو مع since يجي معاها since يعني منذ ذلك الحين، او since والاسم. يعني ايه؟ يعني since my childhood منذ طفولتي. طيب او since my arrival منذ وصولي، او since the age of 13 مثلا منذ سن 13 سنة، يبقى since ممكن يجي وراها زين او اسم، وممكن يجي وراها last since last week. طب ايه حالات فور؟ تعال بص يا سيدي، فور يجي وراها as long as. الله، يبقى مثلا I have known him for as long as I remember، او يجي وراها كلمة long، يعني انا اعرفه بقالي فترة طويلة I know him for long، I have known him for long. طب برضو ممكن يجي وراها ايه؟ the last، يبقى since last week، انما for the last week. طب في شواذ؟ في شواذ. بص since ممكن يجي وراها the last بس بشرط او بشرطين، يكون الاسم عادي، اسم عادي ما هوش مدة، او يكون جه وراها جملة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص كده I have known him انا اعرفه not the last meeting اعرفه من الاجتماع الاخير. الله، ده كده كلمة meeting مش مدة، كده اسم عادي، يبقى since مش فور. طب خد دي I have eaten انا باكل، او I have learned بتعلم English انجليزي since the last time we met. الله، ده جه ورا since ايه؟ the last time we met جه ورا جملة اهو، خلاص يبقى since. ملحوظة كمان نخلي بالنا منها، وهي ان since لو ما جاش وراها فاعل يجي وراها الفيرب على ing. طيب she has cried هي عمالة تصرخ since منذ feeling منذ أن شعر بالمرض. طب شوف since جه ورا ايه؟ جه ورا فيرب على ing. عشان ايه؟ عشان مفيش فاعل. في قواعد لسنس مهم، وهي نغناها مع بعض. it's since يجي قاعدتها it's مدة كاملة since ماضي بسيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اقول عدى علي 5 سنين منذ ان بدأت اتعلم انجليزي، فاقول ايه؟ it's 5 years since I started to study English. ادي since اهو في النص اهي، قبلها ايه؟ since قبلها مدة كاملة، it's مدة كاملة، بعدها ماضي بسيط. طب القاعدة التانية since قبليها مضارع تام، ودي نقطة مهمة، بعديها ماضي بسيط. اما احب اقول بقالي 5 سنين بدرس انجليزي تبقى
have studied English بدرس إنجليزي since مثلا I became 12 أول ما بدأ يبقى عمري 12 سنة وأنا بتعلم إنجليزي. I have studied English since I became 12. يبقى since جاي قبلها إيه؟ مضارع تام بعديها ماضي بسيط. لسه lately و recently والاتنين معناهم إيه؟ معناهم حديثا. وفي الآخر أو قبل البي بي يعني زيهم زي مين؟ برافو زيهم زي already. لكن lately بتفضل في النفي تفضل في النفي اما recently بتيجي في الاثبات. يعني مثلا she hasn't visited us lately ما تاخدش recently. طيب حد يحل لي الجمله دي بقى. I last وهنا last معناها اخر مره. I last saw ولا have seen him when I was in France. يعني انت عندك last دل على الماضي when دل على الماضي was دل على الماضي. هتاخد المضارع التام لمين بقى؟ ملوش حد يسأل عليه هنا خلاص يبقى so. الإجابة so. في بقى نقطة نخلي بالنا منها. شوفوا الجملة دي she has studied ولا she was studying all night her eyes are red. واخدين انت بالك من her eyes are red يعني عينيها لسه حمراء من المذاكرة. يبقى هنا مش هينفع استخدم الماضي رغم ان all ممكن تيجي في الماضي المستمر. بس احنا اتعلمنا مع بعض ان ممكن كلمات كتير تستخدم في ازمنة متعددة ومنهم all. هنا نستخدم المضارع التام لانه الاثر ما زال موجود في الوقت الحاضر. نيجي بقى لجرامر يونت 4. جرامر يونت 4 بيتكلم عن استخدام الارتكلز. هنركز على اهم الموضوعات اللي ناقشها هذا الموضوع. امتى نستخدم ادوات النكرة وامتى نستخدم ادوات المعرفة اللي هي ذا وامتى ما نستخدمش اي اداة no article. طيب مبدئيا كده عشان نتكلم عن اي اسم نكرة اي اسم نكرة له 3 حالات. اما ان هو ياخد A او اما ان هو ياخد an او اما ان هو ما ياخدش حاجة خالص. ال A والان بنستخدمهم للتنكير لو معاك اسم مفرد معدود. مثال رأيت بنتا I saw a girl. ليه حطيت a؟ عشان الجيرل اسم مفرد معدود وانا بتكلم بوجه عام ما بقصدش حد معين. طيب she ate هي اكلت an orange. ليه اديتها an؟ عشان الاورنج اسم مفرد معدود وانا بتكلم عن برتقالة بوجه عام اي برتقالة. طب امتى مفيش وتستخدم للتنكير؟ في الجمع او الغير معدود. يعني لو مفرد معدود ايه او ان، لو جمع او غير معدود يبقى ايه no article. مثال اللبن مفيد. كده انا بتكلم عن اللبن بوجه عام ما بخصش نوع من اللبن بس اللبن اسم مفرد غير معدود يبقى ما فيش milk is useful. طب حد يحل لي. انا احب قراءة الكتب. I like reading. اختار بقى A ولا an ولا ذا ولا مفيش books. الجواب برافو مفيش. ليه؟ عشان بتكلم على كتب بوجه عام فمش هحط لا ايه ولا ان عشان كمان ده اسم ايه جامع وبتكلم عن الكتب بوجه عام. ملاحظات صغيرة على استخدام الايه والان. امتى استخدم الايه؟ قبل صوت ساكن. خد بالك انا بقول صوت
مش حرف، وهتفهم دلوقتي. وامتى استخدم ان؟ قبل صوت متحرك، برضه انا قلت صوت مش حرف. طب خد مثال، كلمة hour، هل الاتش منطوقة؟ لا، يبقى مش هنمشي ورا الاتش، احنا هنمشي ورا اول صوت منطوق وهو الاو، والاو متحرك، يبقى ان hour. طب كلمة يو يعني نعجة، الاي شوف اتنطق ازاي، يو، فمش هنمشي ورا الاي. ليه؟ لانها ما اتنطقتش، احنا بنمشي ورا اول صوت منطوق. اليو هنا نطقها طويل، اصلها لو نطقها طويل، لو نطق اليو طويل تاخد اي. طب لو نطق قصير زي امبريلا، شوف نطق قصير ياخد ان، يبقى اي يو. اتس اي ولا ان one way street، هو شارع من طريق واحد، اتجاه واحد. شايف الاو متحرك، لكن احنا مش هنمشي ورا الحرف، احنا هنمشي ورا الصوت. شوف وان بتنطق ايه؟ وان كأنها دبليو، خلاص يبقى و صوت ساكن، يبقى اي، وهكذا. امتى بقى استخدم ذا؟ انت بتستخدم ذا للتخصيص، يعني حاجة بعينها مش اي حاجة. طيب بتيجي قبل ايه؟ بتيجي قبل اي اسم. اي اسم يعني ايه؟ يعني مفرد، يعني جمع، يعني مؤنث، يعني مذكر، يعني معدود، غير معدود، بتيجي قبل اي اسم. وخد مثال، نقط milk on the table tastes good، اللبن اللي على الترابيزة طعمه جميل. هنا احنا بنعرف اللبن مش بنتكلم وجه عام، يبقى the milk. طيب هل في حالات اكتر لاستخدام ذا؟ خد اول حاجة، واحد، شيء فريد من نوعه، فريد من نوعه مفيش منه الا واحد بس، the moon، the earth. اتنين، شيء سبق ذكره يعني ايه؟ يعني واحنا بنتكلم قلناه لتاني مرة، زي I saw a girl، وانا بذكرها اول مرة كانت نكرة، لما جينا اتكلم عليها تاني بص، the girl was beautiful، كانت جميلة. طيب تلاتة، اي دولة بس فيها كلمة ايه؟ جمهورية، كلمة مملكة، كلمة امارات، كلمة امبراطورية، زي مثلا كلمة سعودي، ما تاخدش ذا. طب افرض كتبناها ذا kingdom يعني المملكة of سعودي ارابيا، لا كده تاخد ذا. ليه؟ عشان فيها كلمة مملكة. طيب نمبر 4، على الرابعة، بحيرة أو جبل أو جزيرة، بس بشرط إنها تكون إيه؟ جامع. بحيرة يعني ليك نظر ما تاخدش؟ لا ما تاخدش. طيب أمال لو قلت ذا جريت ليكس يعني البحيرات العظمى، لا كده تاخد عشان هي جامع، وكذلك الجزر وكذلك الجبال. 5، قبل الآلات الموسيقية والاختراعات بغرض، ودي نقطة مهمة جدا، الاستخدام. يعني ايه بغرض الاستخدام؟ يعني بص كده، لو قال اي بوت جيتار نديله ايه؟ لا مش هنديله ذا. ليه؟ ده آلة موسيقية، انا هنا بتكلم عنه كسلعة، ما بتكلمش عنه كاستخدام، يبقى هو جيتار نكرة فاديله ايه، يبقى اي بوت ا جيتار. طب افرض انا قلت جيتار makes a nice sound، لا ده انا كده بتكلم عن استخدامه، ان او الغرض منه، الجيتار يحدث صوتا لطيفا، يبقى ذا جيتار. قبل اجزاء اليوم،
يعني ايه قبل أجزاء اليوم؟ يعني in the morning, in the evening, in the afternoon. حاجة كمان، قبل اسم حيوان مفرد بس كده للدلالة للجمع، زي مثلا ما اقول the camel، الجمل، is patient، الجمل يكون صبور. الله، ايه اللي حصل؟ طب انا بقصد ايه، جمل معين ولا كل الجمال؟ لا، هو اسم حيوان مفرد للدلالة للجمع، انا كده بأشير للجنس كله. يعني انت ممكن تجيب ذا زي اسم الفصيلة المفرد وتشير للجمع، زي مثلا الاسد، حد يترجم دي الاسد يأكل اللحم، يبقى the lion eats meat. طب اقدر اشيل ذا لاين واحط ايه؟ اقدر احط لايونز، الجمال، الاسود، لان بشيل للجمع. طب اقدر اشيل ذا كامل واعمل ايه؟ واقول كاملز، كاملز. 8 قبل الصفة، بس خلي بالك مش كله، بعض الصفات واللي تشير الى الجمع. زي ايه؟ زي كلمة disabled، لو انت عايز تقول المعاقين كلهم يبقى the disabled. طب المحتاجين the needy. طب الطماعين the greedy. طب الاغنياء the rich. يبقى ذا قبل بعض الصفات تشير الى الجمع. 9 قبل هيئة او منظمة، the UNESCO، the police. 10 قبل الأعداد الترتيبية. يعني إيه بقى قبل الأعداد الترتيبية؟ يعني the first، the second، the third. 11 قبل اسم عيلة، اسم العيلة، الجمع. يعني أنا عايز أقول the جونز. 12 قبل اسم متبوع بأوف، the life of سادات، حياة السادات، يبقى الاسم اهو life متبوع بأوف. 13 قبل أجزاء الجسم، برضو لو أنا بتكلم عن الوظيفة بتاعتها، زي مثلا القلب يضخ الدم، يبقى the heart pumps blood. كده أنا بتكلم عن إيه؟ عن استخدام الجسم. 14 قبل بعض الأماكن، لو كان الذهاب ليها لغرض آخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلمة بريزون، إحنا بنروح السجن ليه؟ ما إحنا مجرمين. طب بنروح التشيرش ليه؟ الكنيسة نصلي، والموسك المسجد نصلي، والبيت ننام، والهوسبيتال نكشف عيانين، وسكول نتعلم، ويونيفرسيتي نتعلم. الله، طب الحكاية لو اتحط قبلهم ذا يبقى انت رايح لغرض اخر غير اللي هي بنيت من اجله. مثال I went to the school ولا school to ask، كي اسأل about my son، عايز اسأل عن ابني، يبقى كده I went to the school. ليه حطينا ذا؟ عشان انت مش رايح عشان تتعلم. استخدام بقى رقم 15 بنحط ذا قبل الاماكن الترفيهية. يعني ايه؟ يعني عايز اقول انا رحت الشاطئ، يبقى I went to the beach. طب رحت السينما، I went to the cinema. the theater، the club، the stadium. طيب امتى بقى no article ما نحطش اي اداة؟ بص يا سيدي، لو انت بتتكلم بوجه عام، زي مثلا بتتكلم عن الموسيقى، الموسيقى مريحة للأعصاب، يبقى ميوزك، ما بتتعدش، أو جمع أو غير معدود ما بنحطش لا إيه ولا آن. طيب ميوزك relieves، تهدئ our nerves، أعصابنا، يبقى عند الحديث بوجه عام ما نحطش. 2 الوجبات، أقول have lunch، have dinner، إلا
إذا تم التخصيص. يعني إيه؟ يا بص the lunch I had الغدا اللي أنا تناولته yesterday أمس was nice الغدا اللي أنا تناولته أمس كان لطيفا. كده حطينا إيه؟ ذا. طب ليه؟ عشان تم التخصيص. 3 اسم معنوي زي السعادة happiness، وزي اللوف الحب، وزي الكراهية hatred، وزي الحزن sadness. طب عايز أقول المال لا يجلب السعادة، نترجمها إزاي؟ المال لا يجلب السعادة. احنا بنتكلم عن المال بوجه عام يبقى money. طب ما اديتهوش ليه؟ عشان ما بتعدش. doesn't bring، والسعادة برضو اسم معنوي مش هياخد حاجة. 4 لقب متبوع باسم، يعني president سادات، الرئيس السادات هو لقب هو متبوع باسم ما ياخدش حاجة. طيب كينج فؤاد الملك فؤاد برضو لقب متبوع باسم ما ياخدش حاجة. 5 مكان العمل، كلمة work بمعنى مكان العمل. he goes to work، she leaves work. 6 الدول إلا إذا كان فيها إمبراطورية ولا مملكة زي ما قلنا. 7 اللغات زي English she studies English، زي French أي لغة ما تاخدش إلا إذا كان اللغة متبوع بكلمة language. يعني إيه؟ يعني لو أنا عايز أقول اللغة الإنجليزية the English language. طب ليه ده؟ عشان خاطر في كلمة language.